السؤال بيقول هربت من المدرسة قبل كده ولازم تجاوب. عمرك اتكلمت مع بنت في المدرسة قبل كده وانت حلفت؟ ازيكم يا اخواتي، ودي بدايه فيديو جديد دمار الدمار. جاي لكم النهارده يا جماعه بفكره موت الموت يا جماعه. قبل ما اقول لكم الفكره ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس بقى عشان يوصلكم كل جديد، وعلشان خاطر قربنا نوصل 600 مشترك يا جماعه، وباذن الله نوصل 1000 في بدايه السنه الجديده باذن الله. فكره الفيديو بتاعت النهارده يا جماعه، احنا جايبين ضيف معانا جديد يا جماعه، والضيف اللي بيطلع معانا اللي انتوا كلكم زهقتوا منه. المفروض ان انا جايب لكل واحد فيهم 5 اسئله، 5 اسئله محرجه يا جماعه ومن العيار التقيل. المفروض ان هم لازما يجاوبوا على ال5 اسئله دول، واللي هيجاوب اكتر من الثاني ليه جايزه محترمه يا جدعان، واللي مش هيجاوب ليه عقاب محترم برضه. ومعانا في الفيديو بتاع النهارده يا جماعه المحبوب نجم اليوتيوب، اسمعني يا اخويا. حبيبي احلى مسا عليك. طبعا يا جماعه انتوا اكيد زهقتوا منه يا جماعه، فجايب لكم فجايب لكم وجه جديد يا جماعه، احمد ابن خالتي. اخواتنا وحبايبنا احسن ناس في الدنيا. طبعا يا جماعه انا جايب لهم احلى اسئله من العرض. جاهز يا باشا؟ جاهز يا اسماعيل؟ جاهز. ويلا بينا نخش على التحدي دلوقتي يا جماعه. معايا الاسئله دلوقتي، هنطلع الاسئله تمام، وانت ليك 5 اسئله وهو ليه 5 وانت ليك 5 اسئله. اللي هيبقى احسن من الثاني واللي هيجاوب صح ليه جايزه محترمه زي ما انا قلت لكم. يلا بقى عشان ما اطولش انا عليكم. عرفت العقاب على بسم الله. الورقه اللي فيها الاسئله يا جماعه تمام. هنبدا باول سؤال باحمد ابن خالتي. السؤال الاول يا احمد، السؤال بيقول هربت من المدرسه قبل كده ولازم تجاوب. هربت ولا لا؟ كم مره؟ مرة ولا كم مرة؟ لا استنى، قبل ما اقول لهم يا جماعة احلفوا انتوا الاثنين ان انتوا هتجاوبوا بأمانة وبما يرضي الله. والله هجاوب وعليه النعمة ونعمة ربي هجاوب بأمانة. انت بس عشان ما تقلقش يعني. فدلوقتي يا جماعة هنسأل السؤال تاني. هربت من المدرسة قبل كده ولا لا؟ ايوه. لا واثقة من نفسها مش واخد بالك. كم مرة؟ مرة. انت حلفت؟ خلاص ماشي. ودلوقتي يا جماعة الدور على اسماعيل. نفس السؤال يا اسماعيل، انت هربت مرة هربت قبل كده من المدرسة ولا لا؟ لا الصراحة ما هربتش. انت حلفت؟ وعليه النعمة، بس كنت بكذب على المدرسين بقول لهم بطني بتوجعني وينزل يقعد في الحوش صح؟ لا واختي تيجي تاخدني. ماشي تمام يا جماعة. يعني هو المعنى ده كذاب وده صادق. فكده طب وعلينا ماشي استنى كده 1-1 لانهم جاوبوا بصراحه بما يرضي الله تمام. هنخش بقى على السؤال الثاني دلوقتي يا جماعه. السؤال الثاني بتاع بتحب المدرسين بتوع المدرسه اللي بيخشوا لك ولا لا؟ نص نص. يعني ما بتحبهمش كلهم؟ اه. يعني مين مثلا بدون ذكر اسماء يعني انت يعني ما بتحبهمش كلهم؟ اه. خلاص ماشي. فكده يا جماعه 2-1 لاحمد. فكده نخش بقى على السؤال بتاع اسماعيل. عمرك اتكلمت مع بنت في المدرسة؟ يا فتحي يا فتحي احفر الحفرة يا فتحي. ارتاحوا شوي قبل كده وانت حلفت وربنا شايفك وهتتحاسب. ده ايه ده فكر. خلص انت تفكر في ايه؟ السؤال واضح وصريح بسرعة بس عشان وقت الفيديو. انت حلفت؟ لا. انت حلفت؟ لا. على فكرة وشه بيقول ان هو هيكلم بنت قبل كده. فكده يا جماعة وربنا ما كلمت حد. وشه بيقول. فكده يا جماعة النقطة دي مش في الدروس بس. في الدروس بس. يعني خلاص يا حبيبي الفيديو السؤال راح عليك، لان انا بقول لك السؤال الاجابه بتاعته من اول ماشي انت قلت لي في المدرسه بدون معارضه تمام. دلوقتي يا جماعه المفروض ان كده هو ما عرفش يجاوب على السؤال تمام. هو ملامح وشه بتقول ان هو كذاب تمام يا جماعه. في الدروس بس ماليش دعوه خلاص. فدلوقتي يا جماعه 2-1 لاحمد. فكده بقى نخش على السؤال الثالث بتاع احمد. عمرك يا احمد شربت سجاره قبل كده؟ لا. انت حلفت؟ لا. طب احلف بالله بقى. والله لا. كده يا جماعه هو حلف وربنا هيشهد على حلفانه وهيتحاسب على حلفانه. فكده 3-1 لاحمد. فنخش بقى على السؤال بتاع اسماعيل الثالث. عمرك اتخانقت مع حد من غير ما احنا نعرف؟ اتخانقت. فين بقى؟ في الشارع من غير ما احنا نعرف، محدش عارف. ايوه محدش عارف. تمام يا جدعان. هو صادق المره دي
ملامح، انا بعرف من ملامح الوش يا جماعه. فكده بقى نخش على السؤال الرابع بتاعهم الاثنين. طب ما انا بتخانق كده ما حدش بيعرف. يعني هو بيعترف، الاعتراف بالحق فضيله. فدلوقتي يا جماعه نخش على السؤال الرابع بتاع احمد. عمرك غشيت في الامتحانات يا احمد قبل كده؟ يعني صريح وش على طول فكده صراحه على طول يا جماعه، ما اقدرش اقول انه كداب. فكده بقى نخش على السؤال بتاع اسماعيل. انت اكيد ما بداتش امتحانات لسه، فعمرك غشيت في اي درس؟ ايه ده؟ يعني في مثلا امتحان املاء، انجليزي؟ غشيت قد كده اهو. وبرضه ده يسأل يا جماعه. الاثنين بيعترفوا ان هم غشاشين. طبعا يا جماعه انا ما بنصحكوش بالغش، هم عشان اتنين تسول فهم بيعملوا كده، انما انا ما بنصحكوش بالغش. فيلا بينا بقى نخش على السؤال الخامس اللي هو اللي قبل الاخير، وخلاص قربنا نخلص. عمرك يا احمد، بص قبل ما اسال السؤال ده قول والله لا، قول بصراحه. والله لو بصراحه؟ ماشي. طب عمرك عكست بنت قبل كده في اي حته؟ واثقه من نفسها. لا مهزأ انت ايه اهدى كده بقى. دلوقتي يا جماعه هو اعترف وقال ان هو بيعاكس بنات المهزأ. دلوقتي هنخش على اسماعيل عليك الدور انت كمان. لو خيروك وجاوب بصراحه واحلف بالله، وربنا يجاوب بصراحه، لو خيروك تروح اليابان اللي انت بتحبها ولا تروح تعمل حج في السعوديه؟ لا اروح الحج طبعا. انت حلفت؟ ايوه ربنا يروح الحج. ماشي يا جماعه. فكده يا جماعه هو جاوب وقال ان هو لازم ان هو هيطلع يحج في السعوديه. فكده بقى نخش على السؤال الاخير ليكم انتوا الاثنين. السؤال ليكم انتوا الاثنين، تمام؟ السؤال بيقول النهائي. السؤال النهائي بيقول هل بتصلوا كل فرد؟ بعتذر يا جماعه عن التهنيج اللي حصل واللي هيحصل ده، لان احنا كنا بنصور بعد الظهر وكان في عز الشمس يا جماعه، والشمس كانت حاميه جدا، والحمد لله ان الموبايل ما ولعش اصلا، والحمد لله انها جت على قد كده. ما بتسيبوش ولا فرد ولا لا؟ لا انت ما بتسيبش فرد؟ بسيب كتير. بتسيب فرد ما بصليش اصلا. وانت بتسيب. انت كافر انت وابن. لا انا بصلي مره واحده. لا بصلي العصر، اما المغرب والعشاء في التراويح. في التراويح. طيب دلوقتي يا جماعه كده السكور 5-4 لاحمد. فكده احمد عشان انت جاوبت سؤال غلط يا كلب، قلت لك جاوب بصراحه، فانت ليك عقاب من عرفتي. ودي الورقه دي كده في جنب. ويا جماعه عشان احمد جاوب صح هديله الشوكولاته الجميله دي. ده انت والله العظيم كنت هتاخدها، والله كنت هتاخدها لو ما جاوبتش، عشان انت كذاب وخايف تقول الصراحه، خايف لا تتضرب. ها؟ فدلوقتي يا جماعه هنجيب له العقاب. يا جماعه بعد ما جبنا الجائزه لاحمد جبنا العقاب المميت. ليمون وعليه شطه وملح يا جماعه، يعني شطه مش شطه بس، لا وعليه ملح. تعالى خلص خد يا ما تبقاش ششنا. خد يلا يا حبيبي كل بقى كلها مره واحده. بيشرب حط كله هيشرب يعني مش تاكلش التانية، كل دي خلص. لا حطها كلها، حطها كلها فوق. يلا كل طب يا جماعه دلوقتي هو طلع شيشنا ما عرفش ينفذ العقاب. هتاكلها تاني ولا ايه؟ بيعاني تفاهه يا جماعه. معلش يا جدعان على القرف اللي بيحصل ده، معلش. فكده يا جماعه احمد اللي كسب لاول مره. احمد يا جماعه لو انتوا عايزينه يطلع معانا في الفيديوهات الجايه، وهنس اسماعيل. مش شايف كده يا اصلا. جماعه انتوا شايفين الشوكولاته عامله ازاي اصلا يا جماعه؟ عامله صوابع سلام. فكده يا جماعه احمد اللي كسب، وكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. يا عم ماشي، وصلونا الفيديو ده ل 1000 مشاهد. كده يا جماعه المفروض ان احمد اللي كسب اهو بياكل، واسماعيل عمال بيعاني مع الليمونه لسه بياكلها. فكده يا جماعه المفروض ان احنا وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. ولو عايزين يا جماعه ان احنا نطلع احمد معانا في الفيديوهات الجايه بس ونعيد نفس الفيديو بس يكون على جهاز كشف الكذب، اكتبوا لنا تحت في الكومنتات ووصلوا الفيديو ده ل 1000 مشاهد، ونشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامه.